المقدمة. السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع خطير جدا، كلنا بلا استثناء بنعاني منه، وهو مجاهدة النفس. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر كان دايما بيذكرنا ان النفس ديت مش سهلة ابدا، ولو سبناها هتجرنا للمعاصي. المحور الأول: طبيعة النفس. ابن الجوزي رحمه الله تعالى بيقول: النفس مجبولة على الميل إلى الراحة والهوى، فإن لم تحمل على الطاعة جرت إلى المعصية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني نفسك ونفس الناس كلها بتحب الكسل، بتحب الراحة، بتحب الحرام، بتحب السهل، ما بتحبش تتعب. يعني لو ما شدتش عليها هتجرك بعيد عن ربنا. المحور الثاني: النفس لا تشبع. والإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى بيقول: رأيت النفس كلما فتحت لها باب شهوة طلبت غيره، فلا سبيل إلى قمعها إلا بحرمانها. يعني إيه؟ يعني النفس دهيت عاملة زي الراجل أو الواحد يعني اللي بيشرب من مية البحر، كل ما يشرب يعطش أكتر، كل ما يشرب يعطش أكتر. نفسك ديت لما تفتح لها سوشيال ميديا، قعدت نص ساعة تقول لك نص ساعة، طب خليها ساعة الا ربع. قعدت ساعة الا ربع تقول لك يا عم انت ما تقفلها ساعة وخلاص بقى، يعني هتيجي على ربع ساعة ديت ما بتوقفش. مفيش حل غير انك تقول لها لا، مش كل اللي عاوزاه هتاخديه، لان نفسك ما بتشبعش. المحور الثالث: مرارة البداية وحلاوة ابن النهاية. الجوزي رحمه الله تعالى بيأكد ان مجاهدة النفس صعبة في البداية، غير ان ثمرتها عذبة. يعني صلاة الفجر تقيلة، غض البصر صعب، فتح المصحف وقت الكسل تقيل على قلبك، بس بعد شوية هتلاقي قلبك بدأ يتغير ويتأقلم مع الموضوع، وفعلا وقتها هتحس بلذة الطاعة اللي الشيوخ كلها بيتكلموا عنها. المحور الرابع: الطاعة ابن الجوزي والمعصية. اتكلم عن المعصية والطاعة فقال رحمه الله: تفكرت في لذة المعصية فإذا هي لحظة يعقبها غم طويل، ورأيت لذة الطاعة تدوم. المعصية هتفرحك لحظة، بس بعدها غم وحزن طويل، ولكن الطاعة هتتعبك لحظة، بس هتسيب أثر طيب في قلبك، هتسيب سكينة ونور في قلبك، هتسيب طمأنينة، هتسيب لك رضا، هتسيب لك حاجات انت اصلا هتتفاجأ ان ده هو كله جاي من الطاعة الصغيرة اللي انا عملتها دي. المحور الخامس: انشغال النفس بالحق. يقول رحمه الله تعالى: النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني يومك لو ما استغلتوش في الطاعة هتلاقي يومك ضاع في الحرام وفي الفراغ اللي هيضيع عمرك. وما أكثر هذه الوسائل في تلك الأيام: فيس، واتس، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، كل الحاجات ديت هتضيع لك عمرك فيما لا يفيد. انت لو عاوز تستخدمها استخدمها في الحق. انت داخل تعمل ايه؟ داخل تشوف انه فيديو؟ داخل تسمع ايه؟ وقتك بيتباع وانت ما انتش عارف. انت بالنسبة لهم سلعة، انت بالنسبة لهم شوية فلوس ماشيين على الارض. فانت ما تضيعش نفسك، ما ترخصش نفسك، خليك غالي، خلي تمنك تقيل. خش المنصات ديت علشان بس ان انت عاوز فايدة منها، او مثلا بتذاكر او بتعمل حاجة وعاوز فصل 5 دقايق و10 دقايق وخلاص. بس ما تضيعش عمرك فيما لا يفيد، وما تضيعش نفسك اثمن حاجة انت تملكها وهو وقتك. الخاتمة: مجاهدة النفس مش شغلانة هتخلص في يوم ولا اتنين، دي رحلة عمر بدأت من أول ما اتولدت
لحد ما يقبض الله روحك. فلازم نستعين بالله، وإن إحنا لازم نتغلب على نفسنا عشان نرتاح. ولو سيبنا لها الحبل مشدناش عليها هنتعب في الدنيا وفي الآخرة. وبكده نكون خلصنا موضوع النهاردة. أتمنى لو الموضوع عجبك ما تنساش تدعمنا باشتراك وبلايك، وإن أنت تكتب لنا رأيك في التعليقات. ولو الموضوع مهم بالنسبة لك انشر الموضوع في كل حتة، وانشر الفيديو ده في كل حتة وابعته لكل أصحابك، لعل وعسى يهدي الله به رجلا فكون أنا وأنت سبب في هدايته، فنأخذ حسنات لا حصر لها. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.